الحقيقة هذه الوثيقة احنا نؤيد هاي الوثيقة لأن الابتزاز الإلكتروني هو إساءة للمجتمع العراقي ويسبب الكثير من المشاكل اللي احنا في غنى عنها. اليوم المجتمع يجب أن يبنى البناء الصحيح، وهذه الظاهرة احنا نستنكرها جملة وتفصيلا، ونطالب بالجهات الأمنية بأخذ كافة العقوبات اتجاه هذه الظاهرة. شيخ باسم، اذا تشرع قانون، واكيد انت طالب تشريع قانون واضح وصريح، اليوم تلقى لك واحد مهدم لك كذا عائله، يجي الحكومه راحوا له مشي من هالسؤال كذا، كيفوه على تشهير وطلع بشارع، مو هذا اللي نعرفه. تمام. لا والله، بالتالي هاي البنت قلت لك راحت تولي امر طبيعي وكانما كاتلين حشره. اذا تشرع قانون، هل جنابك من الداعمين لتشريع القانون؟ نحن من الداعمين لاي قانون يشرع بهذا الاتجاه. نعم، نطالب بتشريع قانون وصريح ضد هذه الظاهرة، لأنه هذا التواصل الاجتماعي يجب أن يستخدم الاستخدام الإيجابي للمجتمع، وهذا الموضوع ما بمجاملة، لأنه تهديم للمجتمع، هذا تهديم للعوائل. وحقيقة أنه ناخذ الإجراءات القانونية والعشائرية الصارمة بهذا الاتجاه، وقد أنه يوصل إلى أنه البراءة من هيك أفعال وأشخاص، حتى يكون مخرب، حتى لو يكون ابني. لا، هو الإنسان إذا كان منصف ومستقيم أنه يقيم الحد حتى لو على نفسه. لا، الوثائق أغلبها مناطقية أو على مستوى محافظات أو إقليمية. قرأت ميزاخ والإلفاق؟ لا، ما قرأت ميزاخ والإلفاق. هذا موجود بهاي الوثيقة. هذه الحقيقة الوثيقة تهدف إلى إصلاح ما يفسده بعض المندسين للمجتمع العراقي بشكل عام، وهذه وثيقة احنا نأيدها طبعا. بارك الله بك أخ حيدر، بارك الله بك. وهذا والله احنا نثمن هذا الجهد، هذا جهد جبار وجاي من جنوب العراق إلى شمال العراق، فنثمن هذا الجهد ونشد على ايدك وجزاك الله خير. تعتبر تاريخية؟ إن شاء الله هذه الوثيقة تاريخية وبيها إصلاح للمجتمع. قررت القبائل العراقية الأصيلة وقوفها بوجه ظاهرة الابتزاز الإلكتروني واعتبارها جريمة تهدد المجتمع، واتفق وجهاء وزعماء وسادات القوم والعشائر العراقية على عدم التعاون مع أي مبتز ونبذه وتسويد الظاهرة. كما ووقفت القبائل العراقية الأصيلة بوجه جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع والتي لا نتشرف أن تكون ضمن مجتمعنا، وإن هذه القبائل بوقفتها بوثيقة شرف عراقية موحدة بتاريخ 1444 هجري 2023 ميلادي طالبت الحكومة والسلطات التشريعية بتشريع قانون واضح وصريح ضد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، كونها ظاهرة تعدت ومست شرف وكرامة المواطن العراقي، وانتشرت مؤخرا وفي الآونة الأخيرة بصورة غير مقبولة ومرفوضة. تصل هذه الوثيقة اليوم إلى مضايف عشائر الدعوم، هذه العشائر الأصيلة التي تعد مكون أساس في محافظة كربلاء المقدسة. نتشرف أن يكون ختم الشيخ باسم العبدون على هذه الوثيقة. من أهل الشرف.